عثمان الطويل عضو المكتب الجهوي للتنسيقيه الوطنيه للاساتذه واطر الدعم المفروض عليهم التعاقد. فيما يتعلق بالاحكام الجائره الصادره يوم امس في حق الفوج الاول من زملائنا وزميلاتنا المتابعين على خلفيه نضالاتهم المشروعه من داخل هذا الاطار العتيد، نعتبر ان هذه الاحكام الجائره هي وسيله للضغط على الاساتذه وعلى كل المنتمين الى هذا الاطار بالتراجع عن مطالبهم العادله والمشروعه. معلوم ان هذا المسلسل من المحاكمات الكيديه والصوريه امتد لما يناهز 3 سنوات، يعني مباشره بعد اعتقال او اختطاف الزملاء من المعتصم الممركز بمدينه الرباط، حيث تم اعتقال الفوج الاول. يعني كان عدد الفوج الاول 20 استاذا، صدر في حقهم يوم امس حكم بشهرين موقوفه التنفيذ وبغرامه ماليه، وباستثناء فيما يتعلق ب 19 استاذا. فيما يتعلق بالزميله نزهه مجدي، ايدت محكمه الاستئناف بالرباط الحكم الصادر ابتدائيا، والقاضي بالسجن النافذ 3 اشهر مع غرامه ماليه. طبعا قلت ان هذه الاحكام الغرض منها هو كبح جماح هذا الاطار الذي خرج منذ 5 سنوات الى الشارع وناضل بكل الطرق السلميه والحضاريه الراقيه من اجل الدفاع عن حق عادل ومشروع، وهو حق الادماج في اسلاك الوظيفه العموميه، اسوه بباقي الموظفين من القطاعات الاخرى، وكذلك اسوه بزملائنا من نفس القطاع المنتمين لوزاره التربيه الوطنيه. لكن الرد كان مع الاسف رد الوزاره ورد الحكومه كان هو التنكيل والاعتقال والاعتداء والضرب، وايضا التنسيقيه خلفت شهيدا هو اب التنسيقيه المرحوم عبد الله الحاجلي رحمه الله عليه. اذا كل هذه النضالات القويه التي سطرتها التنسيقيه الوطنيه قلت منذ 5 سنوات لحد الساعة لم يتم التفاعل معها من طرف وزارة التربية الوطنية، وكذلك شركائها في القطاعات الحكومية الأخرى المعنيين بتسوية وضعية هؤلاء الأساتذة. هنا لابد أن نشير أن هذه الفئة الجديدة من الأساتذة أو هذا الجيل الجديد من الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد لا زال جلهم يقبع في الرتبة الأولى، ومنهم من اشتغل 6 سنوات ومقبل على السنة السابعة ولا زالت وضعيته المالية والإدارية مجمدة، وهذا شيء مؤسف جدا، ناهيك عن الاقتطاعات الكبيرة، يعني الملايين الدراهم تقتطع من أجور الأساتذة المضربين الذين مارسوا حقهم العادل والمشروع في الإضراب. إذن إلى جانب هذه الاقتطاعات قلنا هناك ملاحقات بوليسية، هناك محاكمات طويلة ممتدة في الزمان، هناك 4 أفواج يتابعون، تقريبا 70 أستاذا يتابعون أمام أنظار محكمة الابتدائية بالرباط، و10 من هؤلاء يتابعون جنائيا مع الأسف أمام محكمة الاستئناف. سبق وأن قضت المحكمة الابتدائية في حقهم ب1 سنة سجنا مع غرامات مالية. لا زال يعني هذا الفوج وأفواج أخرى تنتظر مصيرها بماذا ستقضي به هذه المحكمة. هنا لابد أن نشير أننا يعني من داخل التنسيقية الوطنية يعني نؤمن بأن هذا الوطن فيه حكماء فيه عقلاء، وأيضا المؤسسة القضائية لنا فيها الثقة لكي تصحح المسار، ويعني يتم تجاوز بعض التجاوزات التي عرفتها هذه المحاكمات. الأساتذة خرجوا للشارع للتظاهر بشكل سلمي وحضاري، فمكان هؤلاء الأساتذة هو القسم وليس الردهات المحاكم. مؤسف جدا أن الأستاذ في المغرب أصبح يحاكم بسبب نضالاته السلمية والحضارية. نحن نعتقد أن هذا الفعل النضالي الذي تأخذه التنسيقية الوطنية للأساتذة المفروض عليهم التعاقد، وهذا الحراك هو يقدم صورة إيجابية لهذا الوطن على مستوى حقوق الإنسان إذا كانت
طبعا الدولة تحترم هذا الحق في الاحتجاج، لكن مع الأسف عندما يتم اعتقال واختطاف هؤلاء المحتجين فإننا نقدم صورة سلبية في مجال حقوق الإنسان على مستوى هذا الوطن الجارح. نأمل أن يتم يعني تجاوز هذه الانتهاكات وهذه الاعتداءات التي طالت هؤلاء الأساتذة، وجبر ضررهم النفسي والمادي، وطي هذا الملف. هذا الملف يجب أن يتم حله بإدماج الأساتذة في أسلاك الوظيفة العمومية، والحكم بالبراءة ولا شيء غير البراءة لكافة الأساتذة والأستاذات المتابعين على خلفية يعني نضالاتهم العادلة والمشروعة. وتحية.